السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة الشيف خالد مافيا، وفيديو جديد كالعادة. اتمنى لو اول مرة شوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اتمنى توحد الله وتصلي على النبي في تعليق. طريقة توضيب الدوش او الصندوق بتاع الخروف كباب مشوي. طبعا معظم المطاعم او مش كل المطاعم يعني بصفة عامة ان هي بتدخل الدوش ده في الكباب. في مطاعم بتدخله في الكباب زي ما حضراتكم شايفين كده، بتوضب كباب ويتبل ونحط برضو في السيخ مع اللحوم اللي بتبقى في اللوحة او في الفخدة. وفي مطاعم تانية بتشفيه وبتدخله فرن، وفي مطاعم تانية بتستخدمه في الطواجن، في مطاعم تانية بتستخدمه في النيفة. كل ده طرق ولها استخدامها بالنسبة للدوش او القفص الصدر بتاع الخروف اللي هو بيبقى الضلوع الربع الامامي. بالنسبة للخروف طبعا الربع الامامي بيختلف في الخروف من العجل. طبعا الدوش ده في العجل بيكون كبير طبعا وحجمه كبير، ما ينفعش يتكسر بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده. دلوقتي كده انا بمهله، ودي طريقه التوضيب. بجهزه ليه الكباب كده. هو بيتبل بعد المرحله دي، بيتبل بميه بصل تمام، وبياخد بس فلفل اسمر وجوز الطيب وشويه بهارات وبتاع. وبعد كده بيتشكل في السياخ مع كل 3 قطع كباب في سيخ لحوم حمراء ما يكونش فيها اي عظم. بنحط قطعه من الدوش دوت على السيخ من فوق، ده اسمه الدوش، وبيكون طعمها جميل جدا ولذيذ. لان طبعا النبي عليه الصلاه والسلام وصانا، قال لك ان اقتربوا من مجاور العظم، يعني خليكم في الحاجه اللي هي بيكون فيها عظم، قربوا منها يعني. وحب، لان دي هو كان النبي كان بيحب ياكل من الضلوع او بياكل من الربع القداماني او من السن يعني. فهو ده الدوش بقى الجميل تمام. لما بيتبل بيكون طعمه تحفه، وينفع معاك في الطواجن بنفس الشكل ده، تعمله بعظمه بالعظم في طواجن خضار ويكون طعمها جميل. طبعا احنا داخلين على رمضان كمان، ان ده بيكون افضل. يعني مثلا لو عايز تعمله على فطار بيكون طعمها جميل، وتحطها في طاجن في الفرن بيكون طعمها لذيذ جدا وجميل. نصيحة يعني، لو انت هتجيبها من عند الجزار ليها اكتر من كذا طريقة، وافضلهم ان هي المشوي. لو انت يعني ما تعرفش ان انت تعملها زي ما انا بعملها كده، ممكن تخلي الجزار ان هو يقدر يعمله لك. الدوش ده بيكون طعمه جميل، وبيكون متوفر عند اي جزار بيذبح لحمه ضاني. بيكون جميل جدا في الطواجن كمان، وفي السلق لو هتعمله مثلا مع شوربه خضار بيكون طعمه جميل جدا. لان الدوش من طبعا بيكون الانسجه بتاعته بيكون سمينه مع حمراء، فده اللي بيخلي الطعم بتاعه لذيذ وجميل. غير اي قطعه مثلا من الفخده بتكون طبعا حمراء خالص، ما بيكونش فيها اي دسم او اي نسبه دهون، ما بتكونش طعمها جميل زي الدوش ده. الدوش يا جماعه مرحله اخرى للتوضيب زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الدوش او قفص الصدر بتاع الخروف، بيستخدم في جميع الاكلات. وبالنسبه كمان لو بتعمل رز احمر او مكرونه جاريه او مكرونه مبكبكه، ممكن تشوحه وتسيبه في قلب المكرونه، بيكون طعمه جميل وطعمه لذيذ. الدوش ده يا جماعه من افضل واطعم القطع الضاني في الخروف اللي انت تاكلها. تحياتي.